الطبقات الوسطى على فكره في مصر ما كناش بنخرج في شم النسيم. يعني يعني كان ده خاص قوي. ايام الفراعنه كان حتى الحكام بيخرجوا، حكام وكهنه ورجال دوله وكله يطلع يحتفل. انما في مصر الخمسينات والستينات كان العائلات اللي هي يعني شويه محافظه او متوسطه كانوا يقولوا لنا لا ما فيش حد يخرج في شم النسيم، لانه طبعا شم النسيم زحام وتحرش بقى وكده. ما كانش فيه تحرش، بس انا اخشى ما اخشى انه يحصل. ربنا يستر ربنا يستر. لكن العيد اختلف على مدار السنوات، احنا خدنا منه وزودنا عليه. طبعا مش كده؟ اتغير واتاثر، يعني حتى دخلت عليه، احنا بعتناه لاوروبا. ما بقوش كنا زمان مثلا الفراعنه بينقشوا البيض ويعلقوه علشان عندهم تصور انه الالهه يعني هتيجي وتحقق لهم الاماني والدعوات اللي هم ناقشينها على البيض. كويس. لما راح فلسطين بقى تلوين احمر. لما رجع عندنا بقينا لا خليها تبقى فرحه وبتاع، خلينا على اللون الاحمر وبقينا نلونه. في الغرب برضو بيلونوه، بقوا يعملوه بيض شوكولاته بقى، يعني صحيح. حكايه صحيح. تتطور. صحيح. يعني ما بقتش. وزي ما العيد والبيض بيتطور، المواطن المصري الشخصيه المصريه كمان بتتطور. اكيد. بس الحقيقه انا مش عايز ابقى، يعني احنا في يوم عيد وبتاع، مش عايز ابقى سخيف بالنسبه للناس. بس في ناس كتيره شايفه ان الشخصيه المصريه في السنوات الاخيره بتتطور للأسوأ. هو انتوا كأنكم نمتوا وصحيتوا أم لقيتوا الشخصية المصرية تغيرت للأسوأ؟ لا، حقيقة الأمر بقى مش أنا لوحدي، كل الباحثين في مجال العلوم الاجتماعية والشخصية المصرية وماذا حدث للمصريين، وأنا عندي كتاب برضو عن تحولات في الشخصية المصرية. كل الباحثين نبهوا من فترة طويلة، يعني اللي أنا واثقة منه إنه اعتبارا من الانفتاح الاقتصادي. لما كان المجتمع منغلق كانت الشخصيه المصريه الاصيله، وكنا احنا حتى مش محبين للسفر والغربه، وكنا يعني صح. عاداتنا راسخه. لكن ما تنساش ان فتره السفر الى بلاد النفط والى بلاد الغرب والى كل الكلام ده، وكله راح ورجع بعادات وافكار وقيم ومظهر ولبس، وبعدين جاء كمان بعد الانفتاح الاقتصادي كمان فكره السماوات المفتوحه دي اثرت. يعني حضرتك مثلا فكرت مره من امتى كانت الست المصريه بتدخن شيشه؟ لا، كانت حتى في الافلام تطلع تحية كاريوكا معلمه، لكن في ست هانم كده محترمه قاعده على القهوه تشرب شيشه. لا. جات لنا منين؟ فضائيات اللبنانيه، لانه في لبنان مش عندهم الارجيله مش كريهه يعني او شيء مش عيب او كده، فتقليدا ابتدينا، وكانت في الاول مستنكره. انا ليه بقول ان الباحثين قالوا وانتم ما انتبهتوش؟ ولان صناع القرار هو كده بين الناس الاكاديميين وبين متخذ القرار في اي حاجه، فقالوا ونبهوا. انا عن نفسي عملت في نهايه القرن يعني الماضي في الميلينيوم ده تحليل لصفحات الصحف، صفحه الحوادث في الصحافه المصريه، واتنشرت. مش كمان ما بنشرش في مجلات متخصصه. كويس. صفحه الحوادث انا ما بنشرش، مؤشر على نوعيه الجرائم اللي بتغير في شخصيه المصريين. فصفحه الحوادث انا كمان مش هتقولوا نشرته في مجله محكمه وما حدش شافه زي البحوث الامبريقيه بتاعه الاساتذه. لا، كتبته باسلوب سهل ونشرته في مجله الهلال. انه انتبهوا ايها الساده، صفحات الحوادث بقى فيها اسامي ناس مرموقه ومهن ما كانتش وارد انها تبقى في صفحه الحوادث، محامين وضباط وفنانين لا حتى فنانين وارد كان قبل كده تحصل، لكن لا، ده في مهن ما كانتش ابدا. ما فيش محافظه ما كانش فيها جرائم. طبيعه الجرائم اختلفت، كم العنف اللي على اسباب تافهه كتر، وكتر كتر جوه الاسره بينك وبين صديقك. صحيح. وبينك وبين جارك. صحيح. وفي اوساط مش منطقي ان هو يعني كل الناس اللي نبهوا لحجم التحولات اللي حصلت. انتوا عندكم تصور ان الناس الاكاديميين دول اللي بيقعروا وينظروا كده مع نفسهم، فما بتاخدوش بالكم من اللي هم بيقولوه. لكن حقيقه الامر لو كنا تنبهنا من بدري الهوة دي لازم تنتهي. صح. حضرتك شايفه انه جزء كمان من الردة اللي حصلت للمجتمع المصري بسبب انهيار الطبقة المتوسطة؟ ده طبعا، هو بعد الانفتاح وانهيار احلام الطبقة المتوسطة وتمسكها وهي رمانة الميزان في كل الحكاية. حتى هقول لك حاجة في مستوى المفردات، انا دايما دراساتي عن الشخصية المصرية بستقيها اما من الامثال الشعبية كثقافة شفهية او لغة الشارع
تمام. الاقوال السياره المستحدثه اللي الشباب طلعوها دي، وعملت لها تحليل وقلت فعلا يا جماعه الخير انتبهوا، لانه احنا طول عمرنا في يعني كنت ممكن تلاقي حد يعني كنا زمان بنقول عليهم الناس البلدي وارد انه يشتم، وممكن ناس علوي قوي يعني من باب يعني الظرف يشتم، لكن ابناء الطبقه الوسطى كان لا ولا كلمه يعني كده، مش محترمه. صح يعني عندك حق كده. ابتدت بعد الانفتاح الطبقات الادنى لما بقت هي صاحبه المال، فبقت مفرداتها وارد انها تستخدم. صحيح. فسادت اللغه اللي فيها قدر كبير من السوقيه. شوف كنا في الاول مستنكرين بس سوقيه الالفاظ، ما كنتش بتقول يعني انها شتيمه. انا دلوقتي مثلا على الفيسبوك احيانا لا مش احيانا، ده معظم الوقت. يعني معظم الوقت الشتيمه هي اللغه السائده. ده كمان ايه ده، انا ساعات احس ان في ناس بتقتحم صفحتي عشان تشتم. ليه؟ لمجرد لا انا بقيت دلوقتي اعمل بلوك على ناس كتير، اعمل بالذات فتره الاخوان الحقيقه كانوا بيتطوعوا يقولوا حاجات انا ما اتصورش انها ممكن تتقال لي، ولا ان تلامذتي يشوفوها، وساعات ادخل على تويتر الاقي ناس اعرفهم وعلى تويتر وكاتبين اسمهم. يعني ساعات يقول لك انه عشان انت مختفي ورا اسم فبتقول في راحتك. لا، في ناس كاتبه اسمها وبتقول الفاظ اوفر، فطبعا ما تستغربوش وما بقتش حتى مستنكره. طب ما احنا نبهنا يا جماعه، يعني كم من الباحثين اتكلموا في الموضوع، مين اهتم؟ طب هنا لو يعني مشيت مع السيناريو اللي حضرتك بتقوله ده على امتداده، لو انا صانع قرار هعمل ايه؟ يعني انا هعمل ايه في نتاج الاختلاط اللي حصل ده والتغير في الطبقات المتوسطه والدنيا والعليا والفخفخينه اللي حصلت ما بينهم دي، الكوكتيل ده، انا كصانع قرار او كسياسي هعمل ايه في هذا يعني الخليط المجتمعي؟ لا، ما هي مؤسسه التربيه انتهت خالص فعلا من منتصف السبعينات وطالع، لما بدا يبقى المدرسه كمؤسسه تعليميه ليها دور تنسحب، واصبح الولاد بياخدوا دروس خصوصي او صحيح بتاع. صحيح. يعني انا والله لفت نظري قريب الدكتور الغزالي حرب كان بيقول فكره ما خطرتش على بالي بس عجبتني. الشباب اللي انتم شايفينه عاملين الهرج في الجامعه دول مش تربيه مدارس، دول تربيه دروس خصوصيه. فتنبأت صحيح مؤسسه التربيه كم مدرس اثر فيك؟ مدرس ابتدائي ومدرس اعدادي، اكيد كل فتره كده بتذكر حد طبعا. واحد التقطت منه كلمه، واحد علمك قيمه، غير ان والدك او عيلتك او كده. انما حتى لو كنت جاي من حضيض الحضيض، بس في المدرسه لا عندك حق، بتذوب الحكايه. انا فاكر على الاقل 3 4 معلمين ليا حتى في المدرسين انا شايف ان هم ليهم الفضل عليا. لا حتى في المدرسين الابتدائي، يعني في المدارس العربي العادي الحكوميه، مش يعني انا خريجه مدرسه عربي. المدارس دي كنا بنبقى فيها انت وابن ناس وفلان مثلا ابوه كذا ومهن كتير مختلفه، بس كانوا حتى دول بيطلعوا معانا. ولو حد معانا كلاس قوي، يعني انا بنت سكرتير عبد الناصر كانت زميلتي في الفصل. فيعني اذا كان في ناس من الطبقه الحاكمه وفي ناس من ادنى وفي ناس من ادنى ومن ادنى ومن ادنى. المجتمع المصري كله كان بنشيل من بعض، اتعلم منها حاجه احسن. صح. انا بعلم اللي تحت. عارف انا بقول جمله وفي بعض الناس بيزعلوا مني، زي ما اسامه الغزالي حرب قال ان دول نتاج دروس خصوصيه مش المدارس. انا بقول لك كمان ان في جيل اتلوث بسبب مدرسه المشاغبين. هو طبعا الدراما عليها معول كبير، المسرحيه بتاعت طبعا. لا والعيال كبرت بس اصل مدرسه المشاغبين كانت في ظني يعني في مقتل عشان صادمه دمرت صوره المدرسه. خلي بال حضرتك انه يعني انا على قد ما ضحكت وانا بتفرج عليها بس بعد ما خلصت شويه انتبهت قلت يا نهار اسود، ما هو الناس بتحب عادل امام والناس بتحب سعيد صالح والناس بتحب احمد زكي، فهيعملوا زي ما بيعمل عادل امام واحمد زكي في المسرحيه طبعا مع مدرسهم ومع نظرهم. بس ما نقدرش نحمل المسرحيه لوحدها. هو طبعا الدراما لها تاثيرها والاعلام وكل حاجه، لكن ما نقدرش نحمل ده جزء. هيبه المدرس لما سقطت ولما بقى المدرس بيمد ايده للتلميذ. انا يعني هقول لك على حاجه غريبه جدا. زميل قال جاي من بره وابنه بياخد درس، فحب يحط الفلوس بتاعه الدرس في ظرف، فابنه قال له يا بابا هات،
فلوس ايه وبتاع، خدهم منه ودخل. يعني استنى يا ابني هحطهم له في زرق، على اساس دي كان تقليد انك مش ممكن تدي فيزيت الدكتور ولا ولا بشكل مهذب. دخل لقى بيقول للمدرس يلا عم هيص بقى وروق.